هذه أبرز العناوين: المغاربة يطلقون حملة إلكترونية لفرض التأشيرة على المواطنين الفرنسيين. والآن إلى التفاصيل. لكن من قبل باش تكون أول واحد كيتوصل بآخر المستجدات المغربية والدولية، المرجو وضع زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. انتشر هاشتاغ مغربي طبقوا التأشيرة على فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، وذلك بعد تكرار الإهانات المتكررة للمواطن المغربي الذي يريد الحصول على تأشيرة لفرنسا، وكذا اكتشاف السلطات المغربية وجود صحفيين فرنسيين يعملون داخل المملكة بدون ترخيص. وقبل أن تقوم السلطات المختصة بطردهم، هذا الهاشتاغ أصبح موضوع انتشار ونقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفعت الأصوات المغربية لصون الكرامة واتخاذ قرار المعاملة بالمثل. وتداول النشطاء المغاربة هذا الهاشتاغ مع دعوات لفرض تأشيرة على الفرنسيين، وذلك بسبب هجوم إعلام فرنسا على المملكة المغربية وجهودها في التصدي لتداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة. وهناك منشورات نشطاء آخرين أشارت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يتم إرسالهم من باريس إلى الأراضي المغربية، الذين أظهروا نوايا سيئة تجاه رموز الوطن خلال حادثة الحوز، خصوصا بعد إعلان وزارة الداخلية المغربية أسماء الدول المقبولة للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال، مما أدى إلى وسائل الإعلام الفرنسية لشن حملة في الانتقاد اللاذع للقرار المغربي وتشويه جهود المغرب في تدبير تداعيات زلزال الحوز، مما أثار غضبا في المملكة. وزاد من حدة الغضب مخاطبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب المغربي مباشرة دون اللجوء إلى القنوات الرسمية والبروتوكول الدولي في هذا الخصوص. ويجب الإشارة أن العلاقات بين البلدين تشهد حالة من التدهور المستمر مع استمرار غياب الدبلوماسية المغربية في باريس ونفي وجود موعد محدد لزيارة الرئيس الفرنسي للرباط، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية. اعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن اللغة الوحيدة التي تفهمها فرنسا هي الضغط بكل الأساليب، مشيرين إلى أن تطبيق قرار الفيزا سيجعل السلطات المغربية تتحكم أكثر في هويات الأشخاص الذين يلجون المملكة، وذلك بعد تكرار حالات طرد نشطاء وصحفيين دخلوا المغرب لأغراض تمس بالنظام العام ولا علاقة لها بالصحافة ونشر الأكاذيب بخصوص المغرب. وهناك من طالب السلطات المغربية بتطبيق خيار وسط، وهو فرض الفيزا الإلكترونية على الفرنسيين، والتي تسمح لحاملها بالتقدم بطلب الدخول والإقامة في المملكة لفترة معينة، وهي تحل محل التأشيرة التقليدية ويتم طلبها عبر البريد الإلكتروني بعد الموافقة عليها. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.